سعودي سافر إلى اليمن وكان يريد مطعم يمني شعبي لأنه في شارع كل المطاعم أوروبية، تمام. فظهر إليه أحد اليمنيين عائد من العمل يحمل شنطة العمل، فقال له لو سمحت بعد السلام عليكم أريد مطعم يمني شعبي. قال له أبشر، وشاله بالسيكل. فالإنسان في شوارع مظلمة، فالسعودي خاف، قال يعلم الله ما نهاية هذا الكلام، أيش بتكون الختام. لكن اسمعوا، قسما بالله العظيم إنه شيء يرفع الرأس من اليمني. والسعودي الذي يذكر معروف ويرعي المعروف لأهله ويعيد الحق لأهله مدحا لا ذما. اسمعوا، السعوديين إخواننا وأشقائنا، اسمعوا الفيديو. يجوا بنات منقبات، ما في واحدة تكشف، من يوم يدخل الباص يقومون كلهم، البنات يجلسون يقعدون واقفين ذولا. لا يمكن بنت تقوم ولا والله عندهم يعني عندهم عروبة وعندهم شيمة وعندهم نخوة وعندهم يعني. لا يغرك اللي يشوهون صورة اليمن عندنا هنا، ولا انه سرقات ولا انهم سرقوا، ولا لا يغرونك. لما تروح الناس البسطاء اللي هناك حتشوف يعني اذكر مرة وانا مار ساكن في فندق هناك، قلت مزاجي الليلة اتعشى عشاء يمني صنعاني. في واحد طالع بشنطة ماشي بعد الدوام يمكن الساعة 7 في الليل، السلام عليكم، قال عليكم السلام. قلت ابغى مطعم يمني عنده اكل يمني، لانه في شارع يعني كله مطاعم اوروبيه، ما ابغى. قال تبغى صنعاني؟ قلت تبغى صنعاني. قال يلا وري، والله امشي وراه وشويه ولف، ندخل في شارع ما في انوار. قلت له ذا الحين قامت القيامه، وشويه لف في شارع ثاني، وانا ما عاد اعرف الطريق، انا رايح مشي ما اعرف فين اروح. وشويه احنا في محل صغير كذا وندخل فيه. قال هذا الكباب الصنعاني والمدري ايش الصنعاني ومدري ايش، وبطلب لي كان الطلب لاني اعرف الاشياء الحلوه، طلب لي. فيوم شفته قلت الرجال بياكل في ظهري، طلب طلبات كثير وبياخذ مبلغ ضخم. والله طلب عده صحون وشكله موظف عادي مسكين يعني. والله وانت عشى احلى عشاء، وانه يحلف ما يحاسب الا هو. يا ابن الحلال انا اللي مدري ايش، والله يحاسب غدا يمكن راتبه راح عشاء ذاك الليله. يا رجال انت ضيفي، يا رجال استحى، انت انا عربي ماني. قلت والله انك عربي، اعطني اسمك اعطني جوال. قال والله ما ابيع جمالتي، يعني ما اعطيك رقمي عشان تكافئني، ولا ما ابيع جمالتي. وانا يعني هذه مواقف بسيطه تصير اجتماعيه.